بقول لك ايه يا علي، انا عايزه اكلمك في موضوع. استر يا رب. خير. علي، هو انت ليه ما بقتش تحبني زي زمان؟ ليه احبك؟ قصدي ليه زي زمان؟ فاكر يا علي لما كنا مخطوبين؟ فاكر كنا مهتمين ببعض ازاي؟ افتكر يا علي، افتكر يا حبيبي، افتكر. علي، انجي وحشتيني. وانت كمان. وانا كمان ايه؟ يو بقى يا علي، انت كمان وخلاص، ما تكسفنيش بقى. طب ايه قولي، مش هسيبك الا لما تقولي. ما يلا يا استاذ علي، ورانا اشغال. حاضر يا حاجه. انت كمان وحشتني. قوليها كمان مره وحياتي عنك. لو مطولك يا روح. طب يا انجي، انا خلصت من الجورنال وبكلمك من الكشك اللي قدامه قبل ما اتحرك عشان اطمنك. طيب يا حبيبي، سوق على مهلك سوق، خلي الدنيا تروق. قصدي يعني لما تروح البيت ابقى طمني. ها؟ حاضر يا حياتي، وانتي كمان. حاضر يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يا حبيبتي، انت لسه ما قفلتيش؟ لا لسه. انت ما قفلتش ليه؟ ما يهونش عليا والله، لا انت قافله يا شيخه. هلا اقفل انت الاول. ايه ده؟ ادري. رغم كل الأومليت والتلزيق، بس ما تنكريش إني حاولت أحافظ على الرومانسية بعد جوازنا، بس أنت اللي دمرتيها، أنت اللي قفلتيني. أنا اللي قفلتك؟ ازاي يعني؟ فاكرة الفستان البصلي اللي جبتهولك في أول عيد جواز لينا؟ بلاش الفستان البصلي، انت عارف ما بحبش البصل. لا 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 لا، ده لازم تفتكريه. سيبي الطلعة دي عندنا. بصي الناحية دي. كل سنة وإحنا أسعد وأجمل زوجين في الدنيا. كل سنة وانت أول وآخر وأجمل حب في حياتي. لا يا علي. غمضي عينيكي. اوعي تفتحيها. لا مش هفتح. هوبا. الله، تحفة. ايه رايك في ذوقي؟ حلوة قوي، ربنا ما يحرمنيش منك ولا من ذوقك الجميل. حلو قوي، شيله بس دلوقتي. بصي، هو غالي شوية ب75، بس بيقولوا بيعيش. تحفة، شيله. ما تخليه عندي ده. لا شيله وخبيه، ما يتحسد بعدين. عندك حق. كفاية بقى. واعرف بعدها يا دوبك بيومين انك رحتي بدلتيه. لا وايه، بعتي لي الفاتوره بالفرق على مكتبي في الجورنال. يوه يا علي، ما انا قلت لك 1000 مرة وحلفت لك كمان. انا قلت لهم الفاتورة باسم مدام علي، الساعي غلط وجابها لك على مكتبك، انا ذنبي ايه؟ بعدين الفستان كان كروازيه، يعني مبين لي الجناب، اللون البصلي كان عامل هايلايت عليهم، يعني كنت اسيبه يخلل في الدولاب. حاولت ابقى عملية واجيب حاجة استعملها، وبعدين انا اتعلمت العملية دي منك انت. مش قلت لك ان السعادة دي كتير عليا؟ هنت عليك انجي، خد عليك يا علي. انت يا ولد ماتت محروقة. مين اللي ماتت محروقه؟ في ايه؟ وايه القرف ده؟
كريمة كريمة كريمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. ولما هند رستم تموت في نص الفيلم يبقى هنتفرج على إيه تاني؟ هو ده اللي فارق معاك. ده علمك بقى تستاهل. أنا محروقة زي الجواب اللي حرقته. نفسنا. طب بقول لك يا حبيبتي، طالما ماتت محروقة بقى وخلاص، يعني ما تقومي تحضري لنا العشاء عشان الماتش فاضل له 5 كده ويبدأ. ينصر دينك يا بابي، ده انا كنت هموت مسلوله من الصوت بس بدون صوره. ده اوفر اكتنج وفاكسان اخر فيصل يعني. فاكسان واخر فيصل؟ دي اخر تربيتي؟ نزلي رجلك يا بنت جوه على اوضتك، كملي مذاكره يلا. طب قولي لي انت بقى، البت هتعرف تذاكر ازاي؟ ده انت هتدمري مستقبلها. انا يا علي هدمر مستقبلها؟ ماشي يا علي، ادي التلفزيون اهو، وتفضل بقى، وخليك فاكر ان انت نكدت عليا وانا بتفرج على الفيلم. عشق وزفت. انت من الاحرار يا علي. شفت ابوك انا؟ ايه رايك؟ طب انت قاعد بتعمل ايه؟ قوم يلا ذاكر بقى، قوم. مذاكرة ايه ده؟ انا قاعد لك. ده احنا هنقطعكم النهارده. تراهن ان احنا هنفقعكوا 6 على الاقل. يبقى قابلني. ماشي. خش. راح فين؟ اهلا 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 بحبايب تيتا. تعالى يا دودو، تعالي يا كيمي. هو جد علي السبب اللي خلاكي تكتبي يوميات زوجة مفروسة؟ ايوه، هو السبب اللي خلاني اكتب الكتاب ده، ولولا جدو علي ما كانش الكتاب ده طلع ولا نجح النجاح الكبير ده. انا جد عمل معاكي حاجة حلوة اهو. جدو عمل حاجة حلوة، بس دي الحاجة الحلوة الوحيدة اللي جدكوا عملها معايا. ها، تحبوا بقى أكمل لكم الحكاية ولا تقوموا تلعبوا؟ كملي يا أنا. حاضر هكمل، بس بقى ابتديت أكتب المقالة بتاعتي كل أسبوع اللي اسمها إيه؟ يوميات زوجة مفروسة. برافو. واكتشفت ساعتها إن الست مش بس جوزها اللي بيفرسها، لأ، ده جوزها وحاجات تانية كتير ممكن يفرسوها ويشلوها كمان، لأن الست دي مخلوق جميل ورقيق وحساس.